ساعات كتير بتحس ان في حاجة مش مظبوطة في حياتك، بس مش عارف ايه هي. تفضل تسأل نفسك هو في ايه بايظ؟ ليه كل الناس ماشية وحاسس ان انا واقف؟ في حاجة ناقصة، حاسس ان في حاجة مش سليمة في كل خططي، حاسس ان كل حاجة ناقصة حاجة. كل ما ابدأ ارجع تاني، كل ما اتحمس اتكسر، كل ما اقرب من نفسي اضيع. في حاجة مش مظبوطة وانا عارف، حتى لو مش قادر اديها اسم. بس يمكن اللي مش مظبوط انك عايش بنسخة مش بتاعتك. احنا اتولدنا انقياء، لكن من اول ما كبرنا بدأنا نلبس اقنعة. قناع المجتهد، قناع القوي، قناع المهتم. وكل ما الدنيا وجعتنا زودنا قناع، كل ما الدنيا بتوجعنا بنزود قناع، لحد ما بقينا ما نعرفش شكلنا من غيرهم. بس بقينا نحط خطط علشان نعالج نقص، مش علشان ننور. بقينا نحاول نثبت اننا كويسين، مش نثبت اننا نفسنا. من كتر التمثيل نسينا الدور الاساسي، نسينا احنا مين. تخيل واحد بيصحى كل يوم يلبس قناع، حجمه مش مناسب، شكله مش مناسب، او شكله مش شبهك، بس الناس بتحب القناع ده عليك. انت بتمشي بيه، بتشتغل بيه، بتتعامل بيه مع الناس، وبتضحك كمان. بس في اخر اليوم بترجع مخنوق وانت بتقلعه ومش طايقه. في اللحظة دي مفيش اي حاجة هتطبطب عليك، ولا نجاحك ولا علاقتك بالناس. كل ده عشان الناس تقول جدع، مفيش احسن منه. طيب ما انت لو عشت ترضي الناس مش هتلاقي نفسك. لازم يكون في توازن حقيقي. ما بقولش ما تبقاش جدع، بس مش على حساب طاقتك. اللي عايز يكتشف موهبته الحقيقية لازم يبدأ يشوف هو مين من غير الأقنعة. جرب تعمل ده لمدة أسبوع. لما حد يطلب منك حاجة اسأل نفسك، هل أنا عايز ولا أنا خايف يقول عليا أناني مثلا؟ لما تلبس، لما ترد، لما تضحك، لما تسكت، اسأل ده رد فعلي الحقيقي ولا ده رد فعل النسخة اللي اتعودت ترضي الناس. كل يوم قبل ما تنام اكتب جملة واحدة: النهاردة حسيت اني شبه نفسي ولا شبه القناع اللي لبسته. هتتفاجئ قد ايه احنا بعيد، بس دي اول خطوة اننا نقرب بجد، نقرب من نفسنا الحقيقية. اللي احنا هنعمله هنبدأ ننسف النسخة القديمة. النسف هنا مش معناها ان احنا هندمرها، بس معناها هنعمل ولادة جديدة لشخصيتنا الجديدة. ادي لنفسك فرصة تجرب تكون جديد. التمرين الأساسي هيكون على مدار 7 أيام. كل يوم خليك واعي ب3 مواقف. موقف بتتكلم فيه عن نفسك، جرب تقول الحقيقة مش اللي بيبان قوي. مثلا هديلك مثال: انت لوحدك في آخر اليوم، الناس شايفاك ناجح، متماسك، دايما عارف بتعمل ايه، لكن جواك في حاجة بتتكسر كده بصوت واطي. كل يوم بتدخل تنام تلاقي نفسك بتقول أنا حاسس إني مش كفاية، أنا تعبان من التظاهر، تعبان إني بحاول دايما أرضي الناس، أشيل همومهم، تعبان إني دايما لازم أبان فاهم، واقف على رجلي. بس برضو لما تبص في المراية بتشد على نفسك وتقول أنا قوي، مفيش وقت للكلام ده دلوقتي. النسخة الجديدة هيكون ردها مختلف لما ده يحصل. لو قعدت مع نفسك هتقول أنا مش ضعيف لما أقول إني محتاج راحة، أنا مش أقل لما أعترف إني مش عارف كل حاجة. يمكن أعظم شجاعة دلوقتي إني أبطل أقاوم التعب وأسمح لنفسي ارتاح. أنا هكتب مشاعري مش علشان أضعف، علشان أفهمني. وهسأل نفسي بصراحة، إيه الحاجة اللي أنا بجد محتاجها دلوقتي، وهاخدها حتى لو ساعة نوم بضمير مرتاح. موقف تاني
ممكن يكون مع شخص مقرب. جرب تكون صادق جدا حتى لو هو هيتفاجئ. يعني هديلك مثال تاني، حد قريب منك بيكلمك كالعادة، بيرمي عليك كل همه، وانت بتسمع وبتصبر لحد ما تبقى عايز تصرخ طب اسمعني انا كمان. ردك الداخلي الجديد هتقول لنفسك انا مقدر ألمه، بس انا كمان ليا حق. لو فضلت اسكت هغرق من جوه، وهو هيفكر اني بخير. انا محتاجة اتكلم، مش علشان احرجه او اجرحه، علشان اكون صادق، احافظ على نفسي. ردك الخارجي بقى اللي هتقوله له هو انا بحبك ودايما موجود هنا ليك، بس محتاجة اقول حاجة، انا كمان مرهق وبحس اننا محتاجين نكون سند لبعض، مش طرف واحد اللي دايما بيشيل. موقف تالت فيه خوف او ضغط، جرب تتصرف بتعاطف بدل ما تهرب او تعاند. هديلك برضو مثال، مديرك في الشغل فجأة يطلب شغل اضافي في اخر لحظة قبل ما تروح، وانت جواك قرف وتعب وكأنك بتكرر كل حاجة. ردك الداخلي الجديد هيكون مش هنفجر، مش هسكت، هتكلم بهدوء بوعي بأسلوب يحترمني، أسلوب يبين احترامي. الرد الخارجي بقى هتقول لمديرك مثلا أنا مقدر أهمية التعديل، هبدأ فيه فورا، بس خليني أقول لحضرتك حاجة، كل ما ننسق الوقت من بدري أو كل ما نبدأ بدري بقدر أدي أحسن حاجة عندي. الهدف واحد، إننا نطلع الشغل بأعلى جودة. مش مهم مديرك يتفهم على طول، لكن المهم إنك تبدأ تتصرف من وعي مش من خوف، ودي أكبر نقلة ممكن توصل لها. مش دايما الناس هتستقبل نسختك الجديدة بالترحيب، ممكن يتريقوا أو يتضايقوا أو يحسوك اتغيرت عليهم، بس الحقيقة إنك اتغيرت علشان ترجع لنفسك، علشان تبطل تعيش على رد فعل الناس. كل مرة تختار إنك تكون واعي، حقيقي، حازم، صادق، حتى لو الدنيا متغيرتش انت بتبني إنسان محدش يقدر يهزه، بتبني شخصية جديدة لأنك شفت نفسك أخيرا، قررت تحميها. بعد كل موقف من المواقف اللي انت هتكتبها اسأل نفسك حسيت بإيه؟ انت ممكن تكون أول شعور حسيت بيه هو الذنب، شعور بالذنب. خلي بالك إحساس الذنب هو أول عدو للتغيير. الشعور ده هيحاول يمنعك من الوصول للنسخة الجديدة، بس أهم حاجة تكون مدرك إن إحساس الذنب هيكون واقف ضدك. واسأل نفسك كمان، هل الموقف كان فيه إحساس مقاومة ولا كنت حاسس إنك مرتاح فعلا؟ ثالث سؤال اسأله لنفسك، هل كنت شبه أنا الحقيقي ولا لسه بلعب دور، لسه بمثل، لسه لابس قناع؟ اكتب كل ده مش علشان تقيم، علشان تشوف انت وصلت لإيه، تشوف إحساسك ورؤيتك لنفسك هتبقى عاملة ازاي. وخليك عارف ان مش دايما الناس هتستقبل نسختك الجديدة بالترحيب، ممكن يتضايقوا، يحسوا انك اتغيرت عليهم، ممكن حتى يتريقوا، بس الحقيقة انت اتغيرت علشان ترجع لنفسك، علشان تبطل تعيش على ردة فعل الناس اصلا.